بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم راح نرجع بيكم لأكثر من 1400 سنة إلى الوراء، إلى زمن ولد فيه أعظم إنسان عرفته البشرية، من هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. لكن هل تعرفون ماذا حدث في طفولته وكيف كانت حياته قبل أن يصبح نبيا؟ خليكم معايا لنهاية القصة، راح نحكي لكم قصة وفي نفس الوقت فيها عبرة جميلة، استمعوا إليها جيدا. رحمة للعالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له أنه أنزل رحمة للعالمين. هل تخيلت يوما ما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعامل من أساء إليه يوما، في زمن كانت فيه القسوة منتشرة؟ أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليعلم الناس أن القوة ليست في الانتقام، وإنما في العفو والرحمة والمحبة والمودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أصحابه ويعامل الكبير والصغير برفق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. كان إذا رأى محتاجا أعانه، وإذا رأى حزينا واساه، وإذا أساء إليه أحد كان يصبر ويعفو. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ومن أجمل المواقف في سيرته صلى الله عليه وسلم ما حدث عندما ذهب إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام. لم يقبلوا دعوته، بل آذوه ورموه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه، ومع كل هذا الألم لم يدعو عليهم بالهلاك. شوفوا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رغم وش داروا فيه ما دعاش عليهم بالهلاك، لأنه لو يهز يديه لله سبحانه وتعالى يعني دعوته مستجابة، بل كان قلبه مليء بالرحمة، وكان يرجو أن يخرج من ذريتهم من يعبد الله. تأملوا معي فقط هذا الموقف، يعني هذا الرجل المليء بالرحمة، هذا الإنسان، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رجل أوذي وطرد وضرب، ومع ذلك لم يجعل الانتقام غايته قط. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة في كلامه، رحمة في معاملته، رحمة حتى مع من أساء إليه. وفي مولد النبوي صلى الله عليه وسلم لا يكفي أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأجمل أن نتعلم من أخلاقه وصفاته، أن نعفو عندما نستطيع الانتقام، وأن نرحم الضعيف، وأن نساعد المحتاج، وأن نحسن في الكلام. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات نقولها، وإنما أخلاق نحاول أن نعيش بها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يتبعون سنته ويقتدون بأخلاقه. وفي يوم النبوي، مولد النبوي الشريف، لا يكون الاحتفال بهذه الطريقة التي نراها اليوم، يعني أنه هذه المفرقعات وشعال الشموع ونضع الكثير من الأوراق مكتوب عليها مولد نبوي شريف، ولا أن نضع الحنة ولا أن نتزين وإنما نحن
نقوم بإعادة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع ونتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نصلي، أن نقدم له صلوات، يعني نجيبوها نهار طول حنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق عفوا، وآله وصحبه أجمعين. يعني العبرة من هذه الحكاية هذه أنه قد تستطيع أن ترد الإساءة بالإساءة، لكن أعظم قوة أن تمسك نفسك وتختار الرحمة والعفو، لأنه هذا ما جاءنا في الإسلام.